السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه بدون لحوم، وصفه صيفيه كتجي لذيذه بزاف البنات وصحيه. لا غاتاتوي معروفه هنا عندنا في فرنسا. لا غاتاتوي كتكون بالخضر فقط بدون لحوم، وصفه سهله جدا وفي المتناول. دوزوا معايا باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير البنات، هنا غادي نحتاجوا الفلفله صفراء وخضراء، يمكن تستعملوا حتى الحمراء الا بغيتوا، كتقطعوها الى قطع او مكعبات. كنحتاجوا الدنجاله وحده حتى هي مقطعه الى مكعبات كما كتشوفوا معايا في الفيديو. 4 ديال الطماطم كنحيد لهم القشره ديالهم وتا هما مقطعين الى قطع صغيره. 2 فصوص من الثوم. 2 بصلات كبار مشلضين بهذه الطريقه هذه. غنحتاجوا ايضا 2 كرعات صغار حتى هما مقطعين الى مكعبات. غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وغادي نحتاجوا لي برونش ديال الزعتر والملح بطبيعه الحال وزيت الزيتون. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير البنات اللي هي جد سهله. هنا غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نوضعوا لها القليل من زيت الزيتون. غادي نوضعوا البصله ديالنا كتشحر حتى كتنزل عندنا البصله على نار اللي كتكون متوسطه. وكنحتاجوا ايضا لواحد المرميطه اللي كتكون حتى هي شويه غارقه كما كتشوفوا معايا، حتى هي غادي نشعل عليها في نفس الوقت. او غادي نوضع لها القليل من زيت الزيتون. كما كتشوفوا معايا البصله ديالي تشحرات. هنا غادي نشعل على المرميطه ديالي على نار اللي كتكون مهيله. غادي نوضع القليل من زيت الزيتون وغادي نوضع تما هذيك البصله كما كتشوفوا معايا. غادي نوضع البصله كامله من بعد ما شحرتها. كما قلت لكم كنخليوهم على نار هادئه. كنعاود نزيد ندير زيت الزيتون في المقله. ودابا غادي نوضع الدنجال. هنا عندي دنجاله وحده في المرميطه ديالنا، والمرميطه تكون ما تلصقش البنات. صافي دابا ما غاديش نحتاج المقله، غادي ندوز مباشره للمرحله المواليه. صافي هنايا من بعد ما وضعت جميع الخضر في المرميطه غادي نحركهم يجيكم شويه في الطبق باش تشوفوا كيفاش كتجي الخضر طيبه مزيان وطيبه على حقها وطريقها. ضروري تجربوا البنات هاد الوصفه هذه، راها صحيه بزاف ولذيذه واقتصاديه بدون لحوم. والطريقه كما شفتوا معايا سهله جدا، كتوجد دغيا. هانتوما الخضر كلها طيبه، وانا كيف العاده ضروري نذوق باش ناكد لكم البنه ديالها. ما عليكم غير تجربوا هاد الوصفه هذه البنات، راها لذيذه بزاف وصحيه واقتصاديه بدون لحوم. هنا من بعد ما وضعت لاغاتاتوي ديالي في طبق التقديم كنزينوا الوجه ديالها بالمعدنوس مفروم. وكما كنقول لكم دائما طريقه التزيين كتبقى اختياريه. نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم لانه طبق صيفي اقتصادي. كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله والبارطاج ديال لا فيديو. هذه غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع درليشة كيتشن. مع السلامه.